بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فضائل سورة الفاتحة وأهميتها. قال ابن القيم رحمه الله: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ فبرأ لوقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ يعني فاتحة الكتاب فيها كل الصفات اللي ذكرها ابن القيم دي. ولما أحد الصحابة رقى بها إنسان كان لدغ، يعني أحد الصحابة كان كما هو معلوم في القصة المشهورة كانوا في سفر فلدغ سيد القوم الخاصة بالبلد اللي كانوا فيها، فقالوا: هل من راقي؟ يعني هل يوجد بينكم راقي؟ فأحد الصحابة قام وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ من وقته وشفاه الله. فاستنكروا عليه الصحابة هذا الفعل، يعني لأن هذا السيد أعطى للصحابة، يعني جعلوا عطاهم نصيبهم، يعني علشان خاطر شوفي سيدهم. فلما عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام من سفرهم قصوا له القصة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال لهم: في النصيب من العطاء، يعني أقروا على فعله. وقال له: ما أدراك أنها رقية، يعني معناها يعني إيه؟ إيش عرفك إنه الفتحة دي رقي؟ يعني أقر فعل الصحابة على الاسترقاء بالفتح. ومن ساعده التوفيق أعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر المعاد وتجريد توحيد الربوبية والألوهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين. وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدها، وأن العاقبة المطلقة والنعمة التامة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقيق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. يعني بيقول لك ابن القيم إن السورة دي فيها من التوحيد لله الكامل، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية والعبادة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وجلب كل أنواع الخيرات ودفع كل أنواع الشرور، وبها تستفتح أعمال الخير. يعني إحنا عندنا مثلا في الزواج يقولوا مثلا: قرينا الفاتحة بتاعت فلان، لما يموت ميت قرأنا على روح الفاتحة، مع إنه يعني سواء قراءة الفاتحة على روح الميت أو في الزواج يعني فيها كلام بين العلماء، لكن لو خدنا الموضوع بأن هذا قرآن يعني بنتبرك به، ربما يجيز بعض هذا العلماء هذا الأمر، وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر. وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. يعني أي بدعة أو أي كلام غلط فاتحة الكتاب بترد عليها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها في عللها وأسقامها إلا وفاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. ولعمر الله أن شأنها لا أعظم من ذلك وهي فوق ذلك، يعني عظم الفتحة أعظم من ده كله. وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. هذا وإنما المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما إنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لها المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح بها لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. يعني بيقولوا لك أن سورة الفاتحة هي مفتاح للجنة ومفتاح لكنوز الأرض. لو الإنسان
يعرف يركب أسنان المفتاح ده ويفتح بيه حيدخل الجنة من أوسع أبوابها، وحينال كنوز الأرض من أوسع أبوابه. المهم مش كل إنسان هيعرف يفتح بالمفتاح دي. مين اللي يعرف يفتح بالمفتاح دي؟ العارفون اللي قلوبهم مليانة بنور الله وبالإيمان بالله، واللي فهموا أسرار سورة الفاتحة. ولم نقل هذا مجازفة، بيقول ابن القيم، ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة في إنه يخفي كنوز سر سورة الفاتحة عن الناس، كما أخفى كنوز الأرض عن بعضهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيمان، معها أسلحة لا تقوم لها الشياطين، وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا تقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا الكلام كله كتبه ابن القيم عن أسرار سورة الفاتحة. يعني خلاصة كلام ابن القيم، سورة الفاتحة سورة عظيمة جدا جدا، فيها أسرار كبيرة جدا جدا، مش كل الناس تعرفها ومش كل الناس توقن به. الإنسان لو غاص فيه هيطلع من كنوزه، هيطلع التوحيد، هيطلع العبادة، هيطلع الدعاء بالهداية، هيطلع الدعاء بالنجاة على الصراط المستقيم، هيطلع منها كل خيرات الأرض وخيرات السماء، لأنها الفاتحة كنز من كنوز الله سبحانه وتعالى، ولها أسرار عظيمة جدا جدا. وهي سميت بأم الكتاب، سميت بالسبع المثاني، سميت بالشافية، سميت بالراقية، سميت بالواقية. كل الأسرار دي موجودة في سورة الفاتحة. من يحسن سورة الفاتحة نجاه الله في الدنيا ونجاه في الآخرة. من يحسن قراءتها، من يحسن العمل بها، من يحسن تدبرها، من يحسن الرقى بها. سورة الفاتحة ما تصحش صلاة إلا به. يعني أنت لو صليت صلاة وقرأت القرآن الكريم بالكامل عدا سورة الفاتحة لن تقبل صلاتك وصلاتك باطلة. لازم سورة الفاتحة تقرأها في كل ركعة في صلواتك عشان تصح صلواتك. لو ختمت القرآن كله وسبت سورة الفاتحة كأنك ما ختمتش القرآن. نعم تؤجر بقراءتك للآيات وبقراءتك للسور، لكن فاتحتك ناقصة أهم شيء، ناقصة أم الكتاب. عشان كده يعني علماء القرآن وضعوا الفاتحة في أول المصحف. الفاتحة بها يبتدي كل شيء وبها ينتهي كل شيء. الفاتحة عظيمة جدا. جرب إنك تقراها على نفسك لو أنت مريض، أو تقراها على ولدك، أو تقراها على حبيبك. ارقي بيها من تشاء، كررها 7 مرات في الرقية بس بيقين بدون تجربة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يجرب، وإنما اقرأها بيقين وبإخلاص وحتجد أثرها الكبير. طبعا سورة الفاتحة مش هنقدر نقول فضائلها كله في مقطع مدته 8 أو 9 دقائق. سورة الفاتحة أنا قلت بس الكلام اللي قاله ابن القيم عنه، لكن لو حبيت تقرأ وتغوص فيه اكتب على المواقع واقرأ، هتجد سورة الفاتحة كنز ثمين، عثرت عليه مش هتقدر تخلص اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة والياقوت اللي موجود فيه. فعلا سورة الفاتحة يعني بالمعنى البلدي كده مغارة علي بابا اللي مليانة بالخيرات. ويعني أنا أسفة إذا كان لفظ مغارة علي بابا يعني مخالف، لكن يعني ده تشبيه. يعني أسأل الله أن يغفر لي لو كنت أخطأت فيه. وأنا أسفة طولت عليكم، وما تنسوش طبعا دعمي في القناة بالتعليق باللايك بالشير. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم.